بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. جبنا لكم اليوم طريقة مرين الدجاج، كيفاش نمرينو الدجاج، كيفاش نحمروا الدجاج في الكوشة. خير من تاع برا، تخرج لكم واحد النتيجة، واحد الريزيلتا رائعة. ديروها ما تندموش عليها. عندكم يا البنات عندنا زوج الكويس. هنا حبسنا عند الطلبات تاعكم، قلتوا لنا ديروا لنا علم الجزائر مع علم فلسطين، هنا درناهم لكم في اعلى الفيديو. درت نص مغرف تاع طماطش الباطا، كيري الدجاج، زوج سنينات نتاع ثوم وزنجبيل يابس، وحده جامبو الدجاج. ارموهم على الدجاج تاعكم وديروا لها زوج مغارف تاع زيت، واحد الفنجال ولا تاع ماء، ونص حبه تاع قارص. انا القارص كيما عصرتوش في العصاره، انا عصرت هكا بيدي، ما تعصرتليش مليح، زدت درت من النص الاخرى، هي نص حبه تكفي. يا البنات ما تبخلوش علينا بالابوني وتفعيل زر الجرس، وبارطاجوا الفيديو باش غيركم يستفاد ان شاء الله. مارينوهم مليح وخلوهم في الطبسي تاعهم، غطوهم بالسيلوفان وخلوهم مدة ساعة غير ربع ساعة غير 20 حتى يتشربوا لكم التتبيلة هذيك مليح. في الوقت هذا كنا نقينا البطاطا وقطعناه بوتيت كاري. جبنا الدجاج تاعنا من المارينين نحوه ونديروه في داخل البلا اللي راح نديروه في الكوشه. البطاطا تاعنا بعد ما نقيناها وقطعناها درنا لها الماريني اللي وسينا فيه الدجاج. خلطوها مليح ورموها على الدجاج تاعكم في البلا. راهي ما توسخ لكمش الماء بزاف وتجيكم واحد الريزيلتا هايله. ترموها في داخل الكوشه طيب ساعه، ما تشوفوهاش حتى تفوتوا لها ساعه، ومن بعد روحوا شوفوها تلقوها طابت ما شاء الله زبده. سيتو قطعوا لها شويه كزبر اخضر وغطوها. ننصحكم ما تغطوش بالالومنيوم ديراكت، ديروا ورق الزبده لانه الالومنيوم موشي صحي. الالومنيوم ديروا فوق ورق الزبده، نخلوها لمده ساعه، نحوا عليها الغطاء ونخلوها تزيد تدي التحميره. مده ساعه تلقاو الدجاج والبطاطا طابوا الزبده. من بعد افشعلوا لها من الفوق، هي دائما شعلوا من الفوق، وخلوها تزيد تديكم اللون الذهبي، اللون التحميره هذا. وحطوها وتاكلوها بالصحه والهنا. وما تنسوناش بتعليقاتكم الطيبه بعد ما تذوقوها، اعطونا ذوقكم فيها. ما شاء الله.